اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى أنا مش جاية أعمل لكم وصفة من الوصفات ولا أكل. النهاردة احنا هنعمل فيديو أو سلسلة فيديوهات للميزانية. طيب يا جماعة، احنا ليه بنعمل ميزانية أساسا؟ علشان نظبط كل حاجة وكل حاجة نكون عاملين لها حسابها. طيب تمام، احنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل ميزانية 500 جنيه للأسبوع كله لوجبة الغداء. يعني احنا عايزين بال500 جنيه دول في أول الأسبوع ننزل نشتري حاجات تكفينا الأسبوع كله للغداء. طب والفطار والعشاء دول ليهم ميزانية لوحدهم. ركزي بس انتي معايا دلوقتي كده وخلينا نشوف احنا بال500 جنيه دول نقدر نعمل ايه يكفينا الأسبوع كله، ومش هننشفها على نفسنا قوي يا جماعة برضو. لأن أنا بصراحة بشوف ناس تقولك ايه، انتي طول الاسبوع هتاكلي عدس، هتاكلي مكرونه وبطاطس، هتاكلي بطاطس وشويه سلطه، هتاكلي مش عارفه ايه. الكلام ده عمره ما هينفع، لان احنا يا جماعه بنربي ولاد صغيرين، عايزين صحتهم تطلع كويسه، عايزين نهتم بيهم، مش عايزينهم يبقوا محرومين من حاجه. عايزين نخليهم يعني نهتم باكلهم. ما ينفعش ان انا كل يوم اكل ابني بطاطس، عدس، مش عارفه مكرونه، ويجي يطلع بره يشوف الاكل يتضايق. طب ليه؟ طب ما انا معايا 500 جنيه يجيبوا حاجات، يجيبوا لحوم، يجيبوا سمك، يجيبوا حاجات كتير. طب تعالوا بقى بدون التطرق لاي حاجات تانية نخش نشوف احنا ممكن نعمل ايه. احنا عندنا اكتر من نظام احنا ممكن نمشي عليه. انا دلوقتي هقول لكم على اول نظام، وعايزه اشوف رايكم، وعايزه اشوف الميزانيات التانية اللي انتوا عايزين تمشوا عليها. طيب، احنا معانا الورقه والقلم بتوعنا، ومعانا الآلة بتاعتنا، وهنحسب كل حاجة احنا بنتكلم فيها. طيب خدي بالك، لما مدرسة هي اللي تعمل لك الميزانية يبقى اتأكدي ان هي هتظبط معاكي. بص، احنا دلوقتي عندنا ال500 جنيه بتوعنا. اول حاجة حضرتك هتروحي لبتاع الفراخ، هتجيبي من عنده نص كيلو بانيه. نص كيلو، تعالوا هنا مع بعض كده نحسب احنا بنتكلم في ايه عشان تبقوا بس انتوا شايفين. هتجيبي منه نص كيلو بانيه. دلوقتي البانيه الكيلو ب160 جنيه، هتجيبي النص كيلو ده ب80 جنيه. تمام. هنجيب من عنده حاجة تاني؟ لا. هتروحي عند بتاع اللحمة، هتجيبوا منه نص لحمة مفرومة. طب اللحمة المفرومة بكام؟ احنا دلوقتي اللحمة المفرومة لما بتروحي للراجل بيقولك عايزاها عادية ولا عايزاها وصاية ولا عايزاها مش عارفة ايه. يعني اللحمة المفرومة في منها هتجيبي النص ب80، هتجيبي النص ب100، هتجيبي النص ب120. فاحنا خلينا في خير الامور الوسط، هنجيب النص ب100 جنيه. يبقى هنجيب نص لحمة مفرومة ب100 جنيه. ومعانا هنا البانيه نص كيلو برضو ب80 جنيه. هنجيب ايه تاني؟ هنجيب كيلو ونص سمك. السمك دلوقتي الكيلو من 65 ل70، وحجمه بيبقى وسط وحلو، ولا صغير ولا كبير. هنقوله عايزين ب100 جنيه كيلو ونص. كيلو ونص سمك كده هتبقى أكلة سمك حلوة محترمة. عايزة تشويها الشوي بتاعها بيبقى 15 جنيه. عايزة تقليها فهتقليها في البيت وهتعملي معاها شوية رز حلوين. تمام، يبقى السمك ده كده بكام؟ برضو ب100 جنيه سمك. هنجيب ايه تاني؟ قدامك حاجتين. عايزة تجيبي كبدة فراخ، يا اما هتجيبي الكبدة المستوردة، هتجيبي ربع كيلو وده هيكفي معاكي وجبة. هنجيب ربع كيلو كبدة، يا اما كبدة فراخ من انت بتشتري من الراجل بتاع البانيه، يا اما هتجيبي كبدة عادية، الكبدة الجاموسي من عند الجزار، هتجيبي ربع كيلو. هيعمل معاكي كام؟ سواء ده او ده هيعمل معاكي 35 جنيه. 35 جنيه الكبدة، يا إما كبدة فراخ يا إما كبدة اللي احنا متفقين عليها. كده من اللحوم تمام قوي يكفيني الأسبوع كله. أنا جايبة نص كيلو بانيه، جايبة نص كيلو لحمة مفرومة، جايبة كيلو ونص سمك. عايزة تجيبي كيلو بس على حسب، ما هو ممكن تكوني انتي واحدة انتي وجوزك بس هيكفيكي الكيلو حلو قوي. ممكن انتوا معاكوا بيبي، معاكوا ولد، معاكوا ولدين، الأسرة 4 أفراد، فردين. دي بقى انتي اللي تتحكمي فيها. تمام، يبقى انا السمك معايا من 70 ل100 جنيه حسب انتوا كام فرد، هيكفيكوا تمام قوي. بعد كده هتجيبي الكبدة برضو كده، جايبين سمك ولحمة وفراخ وكبدة. حلو قوي. هتروحي بقى السوبر ماركت، هتجيبي منه ايه؟ هتجيبي منه كيلو مكرونة وكيلو رز. المكرونة هتجيبيها نوعين وهقولك ليه دلوقتي. هتجيبي مكرونة، نص مكرونة اقلام ونص مكرونة عادية بقى، سباكيتي، عقل، اي حاجة. جيبي نص مكرونة اقلام ونص مكرونة عادية. طب المكرونة دي بكام؟ ب30 جنيه. هتجيبي كيلو.
الرز الكيلو بكام؟ ب30 جنيه. هتجيبي كيلو رز ومكرونه، يبقى احنا كده جبنا الرز وجبنا المكرونه. هتجيبي من عنده ايه تاني؟ هتجيبي من عنده ربع عدس بجبه او ربع بصاره ومعاه ربع عدس اصفر. هتجيبي الربع العدس بكام؟ ب15 جنيه. والبصاره او العدس اللي بجبه لو العدس البني بكام؟ برضو ب15 جنيه. يبقى احنا معانا كده 30 جنيه. حسب انتوا، في ناس ما بتحبش البصاره، في ناس بتحبها. عايزه تبدلي البصاره بانك تجيبي بدنجان ونعمله مسقعه باللحمه المفرومه او نعمله كده، برضو كل الحاجات دي في ايدك. انا دلوقتي جايه اقولك اساسيات انك تمشي عليها. احنا عندنا هنا ال30 جنيه التانيين دول قلنا عدس اصفر زائد البني او بصاره حسب ما انت تحبي او بدنجان. حلو كده، حلو قوي وتمام والدنيا حلوه. طيب عايزين بقى نجيب شويه خضار كده، ما احنا الاكل ده مش هنعمله كده لوحده. تمام. هنجيب دلوقتي كيلو الطماطم ب8 جنيه. يبقى احنا هنجيب لنا كده 2 كيلو طماطم حلوين. وخلي بالكوا الطماطم ام 8 جنيه دي انا لسه جايبه منها امبارح على الفرازه. الطماطميه طماطميه، لو كنت دلوقتي اقوم اوريها لكم، بس هوريها لكم في فيديو تاني واحنا بنعمل الصلصه. هتجيبي 2 كيلو طماطم ب16 جنيه، طماطم مظبوطه، يبقى ب16 جنيه الطماطم. هتجيبي كيلو بصل ب12 جنيه، 12 جنيه بصل. هتجيبي ايه تاني؟ هتجيبي بقى البطاطس، برضو عايزين كيلو بطاطس ب22 جنيه. وهقولك هتعملي ايه بكل دوت، وهعملك الوصفات وهظبطك وما تقلقيش. عايزين بقى نجيب حاجة هنعملها جنب البانيه دي، ما احنا يوم البانيه ده مش هنقضيها بانيه ومكرونة مثلا، لا انا عايزاكي تعملي طبخة حلوة كده، لان انتي مثلا مش في مقدرتك هتجيبي فرخة من ال500 جنيه. وممكن هعملك ميزانية تانية في فيديو تاني فيه فرخة عادي. ما احنا مش كل اسبوع هنقضيه كده بانيه ومكرونة، بانيه وكفتة ورز وكفتة ومكرونة والكلام ده، لا. عايزين نظبط الدنيا على قد ما نقدر. تمام. عايزين نجيب بقى شوية خضار. هتجيبي حزمتين ملوخية، هتجيبي ربع مثلا فاصوليا، فاصوليا اللي هي ام عين سودا. هتجيبي ربع من عند السوبر ماركت، او هتجيبي ملوخية الحزمة او الحزمتين ب15 جنيه. هتجيبي ربع حاجة من الحاجات دي برضو ب15 جنيه. هنجيب ايه تاني؟ يبقى احنا كده بتهيألي تمام في كل اللي احنا قلناه. عندنا بانيه ولحمة مفرومة وسمك وكبدة ومكرونة ورز وعدس بالنوعين اللي احنا هنشتغل فيهم، والطماطم والبصل والبطاطس والخضار او الحاجة اللي احنا هنطبخها مثلا لو فاصوليا. تعالوا بقى نشوف الحاجات دي اللي احنا جايبينها هنوظفها ازاي في الاسبوع. ما هو انا خلاص تمام جبت الكلام ده كله، عايزه اشوف بقى الكلام ده انا هطبخه ازاي في ال7 ايام. اول يوم، بصوا مش شرط ان انا الترتيب اللي انا هكتبه ده هو ده اللي انا همشي عليه. انت ممكن انا اللي كاتباه في اول يوم هتعمليه في اخر يوم، اللي كاتباه في اول يوم هتعمليه في تاني او تالت يوم، على حسب ما انت عايزه تمشي الدنيا. احنا اهم حاجه ان الكلام ده تعالوا قدامكم بس نحسبوا الحاجات اللي احنا كتبناها، ولو في اي حاجه مش مظبوطه هنظبطها مع بعض عادي يا جماعه، احنا بشر وكلنا بنغلط، مفيش اي مشاكل. بس بصي، 80 جنيه البانيه، و100 جنيه اللحمة المفرومة، و100 جنيه سمك، و35 كبدة، معانا 30 مكرونة و30 رز، وال30 بتوع العدس والحاجة التانية اللي هنعمله جنبه. معانا 16 جنيه طماطم، و12 جنيه بصل، و22 جنيه بطاطس انا عاملة الحاجة بالجنيه، وال15 جنيه الخضار اللي احنا او الملوخية، الحاجة اللي احنا هنعملها جنب البانيه والرز. كام؟ 470 جنيه. الحسبة اللي احنا حسبناها دي كلها ب470 جنيه، يعني موفرة لك 30 جنيه من ال500 جنيه. عايزة تزودي كيلو حاجة، عايزة تزودي حاجة من عندك، عايزة تجيبي بيهم 2 كيلو فاكهة وانت مروحة براحتك. احنا الميزانية اللي احنا حطيناها دي ب470 جنيه. تعالي نشوف بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هنوظفها ازاي بحيث ان هي تمشي معانا الاسبوع كله يوم بيوم. بصي، انت قدامك ان انت اول يوم تعملي ايه. هتعملي، احنا جايبين كيلو رز، هناخده نص كيلو رز، هنعمل معاه البانيه النص كيلو ده
يا اما هيديكي صدر محترم ومعاه كام حته بانيه، يا اما صدرين صغيرين. الصدرين دول بقى انت ممكن تقطعي كل صدر على 2 وتعملي كده اربع قطع من الصدور. هتعمليهم في صينيه وتشويهم، وتحطي جنبهم المكرونه. كده وجبه جميله. تحطي مثلا الرز ده مع البانيه، معاه الملوخيه او الخضار اللي انت جبتيه، فاصوليا بقى، اي البقوليات اللي جبتيها، فاصوليا، الكلام ده تمام قوي. ده في اول يوم. تاني يوم هنعمل ايه؟ هناخد ربع كيلو لحمة مفرومة، وهنحط مع دي طبعا هنعملها كفتة. الكفتة دي هنعملها الكفتة الاقتصادية اللي انا عاملاها لكم في فيديو. مش معنى اقتصادية ان انا بهدر مثلا في حاجات تانية وباخد شوية لحمة صغيرين، لا. انا مستخدمة ربع كيلو لحمة مفرومة بس. الوصفة اللي انا مديها لكم بترمي ياما، بتخلي معاكي كمية كفتة محترمة. هتعملي الكفتة الاقتصادية دي ومعاها نص كيلو مكرونة. هتعملي نص المكرونة اللي انا قلتلك عقل، او ما شابه ذلك اللي انت عايزاه. ادي يوم. هنخش في اليوم التالت. اليوم التالت ده بقى حضرتك ممكن تعملي فيه صينية مكرونة بالبشاميل. ما حصلتش، مش انا كنت قايله لك تجيبي نص كيلو مكرونة اقلام؟ نص كيلو مكرونة اقلام. هتحطي معاها ربع كيلو اللحمة المفرومة التاني. وطبعا البيض واللبن والحاجات دي من ميزانيات الفطار والعشاء اللي احنا هنتكلم فيها في فيديوهات تانية. فهتكفي معاكي انك تعملي صينية مكرونة بالبشاميل. وعلى فكرة ال30 جنيه اللي زادوا دول ممكن تجيبي بيهم كيس سمنة، هتجيبي بيهم شوفي بقى اللي انت عايزاه علشان تستخدميه في الاكل ده. يبقى انا يوم عملت فيه مكرونة بالبشاميل، وممكن اعمل معاه طبق بطاطس محمرة. انا برضو جايبه لكم كيلو بطاطس، هتعملهم مثلا ممكن جنبها نص كيلو بطاطس محمرة. نص كيلو البطاطس المحمرة. طب في عندنا ربع يوم هنعمل ايه؟ هنعمل فيه العدس الاصفر. هنعمل كده فتة عدس. هنعمل طبق بيتاكل بالعيش وطبق فتة على حسب ما انتي اسرتك بتحب ايه وانتوا بتحبوا ايه. وممكن برضو جنبها نص كيلو البطاطس التاني جنب العدس، مع طبق سلطة كده، حزمة جرجير، وانتي كده كده جايبة طماطم او زائد سلطة. برضو دي وجبة محترمة مفيدة، هتكفيكي وهتكفي أسرتك. تمام. احنا ممكن نشيل من عند المكرونة البشاميل دي، لأن كل ما واحد لما ياخد طبق مكرونة بشاميل محترم فيه اللحمة المفرومة وفيه المكرونة هتبقى تمام معاه، فاحنا ممكن نشيلها من البطاطس من هنا. خامس يوم بقى ده انا قلتلك هتجيبي يا اما كبدة فراخ يا اما كبدة مستوردة. فهنا هيبقى الكبدة والبطاطس، النص كيلو التاني بتاع البطاطس، وهتحطي معاه برضو طبق سلطة. تمام قوي. هنيجي لسادس يوم. انا بقى سادس يوم ده قايلالك يا هتجيبي فيه بدنجان يا هتجيبي فيه مثلا البصاره. هتقضيها. ما هو احنا عاملين ميزانيه ليه؟ علشان نكفي بيتنا، وان بيتنا يبقى ماشي مظبوط بالورقه والقلم طول الاسبوع. قدرتي توفري من حاجه يعني انت مثلا ممكن كبده، انا مش لازم اكل معاها بطاطس، خلاص اعمليها مع البصاره. انا الكبده انا ذات نفسي ماكلش الكبده اللي مع البطاطس، لازم اعمل معاها بطاطس، خلاص كليها مع الكبده. يوم البصاره دوت بعملي شويه بصاره، اعملي جنبهم شويه سلطه، شويه بصل كده وتقطعيهم وطماطم، واليوم هيعدي والدنيا هتبقى زي الفل. اهم حاجه ان انت تبقي انت عارفه بتعملي ايه وعارفه ماشيه ازاي وعارفه بيتك بيحب ايه. عايزه تجيبي بدنجان، هنجيب شويه بدنجان حلوين هنعملهم مسقعه، وهنشيل شويه لحمه مفرومه، ندعي لحمه مفرومه كده من هنا من الربع ده وندعم الربع ده، وهتعملي مسقعه باللحمه المفرومه. ما فيهاش حاجه، يبقى عملنا يا بصاره يا اما مسقعه. طب سابع يوم بقى، سابع يوم ده بتاع السمك. انا قايله لك انت جايبه كيلو ونص سمك، جايبه كيلو ونص سمك ب100 جنيه. وانت ممكن بقى زي ما انا قلت لك لو عدد افراد اسرتك اقل من الاربعه او من الخمسه، انت وجوزك بس، انت وجوزك ومعاكوا بيبي، هتجيبي كيلو سمك ب70 او ب65 جنيه، يبقى وفرتي كمان 30 جنيه غير اللي احنا موفرينها في الاول. فممكن تحطي حاجه مع البصاره، هتزودي حاجه، عايزه تبدلي حاجه تحطي هنا، دي في ايديكي. هنا بقى هتعملي السمك ونص كيلو الرز اللي اتبقى معانا من الحاجات اللي احنا جايبينها.
بس كده؟ لا مش بس كده، انتي اول ما جيتي من بره حضرتك جايبه 2 كيلو طماطم وجايبه بصل. اول ما هتخشي البيت هتاخديلي كيلو طماطم وهتاخديه بصلتين حلوين كده من البصل اللي انتي جايباه وهتعمليهم صلصه. يبقى الصلصه اللي هتعمليها بكيلو الطماطم ده اقسم لك بالله كيلو الطماطم هيطلع معاكي حبه صلصه محترمين. هتستخدميهم في المكرونه، هتستخدميهم في البشاميل اذا انت بتحطي بشاميل في النص، هتستخدميهم في لو انت بتعملي البانيه عايزه تحطيهم، ممكن كمان ما تستخدميهمش في حاجه من الحاجات الباقيه دي، هتستخدميهم في المكرونه بس وهيكفي معاكي للاسبوع اللي بعده. طب الكيلو الطماطم التاني هنعمل بيه ايه؟ طبعا انا ذكرالك في كذا وجبه ان احنا عاملين سلطه، عاملين هنا سلطة وعاملين هنا سلطة، فلازم يكون عندك كيلو طماطم زيادة، حابة تزودي حابة تقللي براحتك. انا اعتقد ان انا هنا موفره لك 30 جنيه في الاول و30 جنيه لو انت عايزة تجيبي كيلو سمك واحد. اظن ان دي ميزانية حلوة جدا هتكفيكي الاسبوع يعني بصوا احنا مش كده بال 500 جنيه دول احنا ما قفلناش الدنيا على نفسنا، لا احنا جايبين لو هتبصوا في النظام اللي انا عاملاه ده احنا جايبين لحمه وجايبين فراخ وجايبين سمك وما فيهاش حاجه وجايبين كبده كمان، يعني جايبين لحمه وفراخ وسمك وكبده. احنا ما فيش حاجه ما دخلناش البيت خلال الاسبوع ده، ما فيهاش حاجه ان احنا يوم او يومين بناكلوا عدس او بصاره، انا عاملاهم لك في يوم او يومين. يعني الولاد مش هيقولوا لك يا ماما كل يوم عدس يا ماما كل يوم بصاره، لا يا جماعه احنا لازم نخلي الولاد مبسوطين وياكلوا ويشبعوا والدنيا تبقى تمام. يبقى كده ال500 جنيه قضوا معايا وفاض منهم ال30 جنيه اللي اتبقوا او ال60 جنيه اللي اتبقوا معاكي. هتجيبي بقى توابل، عايزه تجيبي كيس سمنه، عايزه تجيبي فاكهه، هاتي اللي تجيبيه. المهم ان احنا عرفنا نظبط ال7 ايام بال500 جنيه وان شاء الله ما تحتاجيش لاي حاجه. ويا جماعه ان شاء الله حتى جنيه، عارفين ان الجنيه بيفرق مع ناس صدقه، لما هتطلعيه هيضاعف والله بركه الفلوس اللي معاكي. على قد ما تقدري وكل ما هتكتري انك تطلعي صدقة من الفلوس اللي معاكي ربنا هيبارك فيها وهتزيد وهيبقى فيها البركة وهيبقى فيه بركة في بيتك. انا لو ما بعملش كده لازم انتوا تفكروني، لو انتوا ما بتعملوش كده لازم انا افكركم او لازم نفكر بعض عامة. فانتي ما فيهاش حاجة 5 جنيه 10 اللي تقدري عليه. انا عمري ما هقدر احدد لك حاجة زي دي، اللي انتي تقدري عليه تعمليه تطلعيه كده وانتي بتجيبي حاجتك اول حاجه وانتي ماشيه كده الصبح بتقولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم تقومي عامله موضوع الصدقه ده. وبس كده، اتمنى 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 من كل قلبي ان الفيديو ده يكون فاتكم ولو باي حاجه بسيطه، لان انا بجد عماله افكر بقالي فتره ان انا عايزه اشتغل معاكم في موضوع الميزانيات، لان انا بصراحه شفت فيديوهات كتير قوي 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 بتتكلم عن الميزانيات بس حاجات الصراحه ما عجبتنيش خالص. ما عجبنيش خالص ان انا كل يوم اكل الولاد عدس مكرونه بس، مكرونه بس ازاي؟ عدس بس طول 3 ايام في الاسبوع اكلهم عدس؟ الكلام ده مش هينفع خالص. اعتقد ان الميزانية ديت باسعارها بالتقسيمة اللي احنا قسمناها، وفي وصفة المكرونة البشاميل الاقتصادية على الصفحة، وصفة الكفتة الاقتصادية هتلاقوها على الصفحة، وصفة الصلصة هتلاقوها على الصفحة. عايزين اي حاجة مني اطلبوها، واحنا لازم نساعد بعض ونقف جنب بعض وندي افكار لبعض. مش معنى ان احنا بنعمل ميزانية لا يبقى احنا كده مثلا معناش يبقى احنا لا يا جماعة عادي. على رأي الحاج عبد الغفور البرعي اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. ما علينا من اللي انا بقوله ده. المهم اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بجد قولولي في الكومنتات، ولو عايزين اي ميزانية تانية باي فلوس تانية حتى لو شهرية قولولي وان شاء الله نعملها مع بعض ونفيد بعض. وبس كده، باي.